وددت أن يبنى مجد الأندلس على الحب والرأفة وخصب الحياة. لن نبقي في أرض إسبانيا عربيا أو مسلما. ولماذا سمي الأمير القادم من الشرق لانتزاع الأندلس بالصقر؟ الأندلس تحيط بها الأخطار، تعصف بها المطامع والفتن. قد لا نقوى على إمارة الأندلس في مجابهة مباشرة في هذه الأوطان. أبارك لك بإمارة الأندلس أم أشفق عليك منها؟ ألم يجبرك أمير قرطبة هذا على اعتناق الإسلام؟ لم أجبر على اعتناقه ولم يلمح لي بذلك. أن تكون في الأندلس بقعة عصية أو عاصية بعد اليوم. إن كان للأندلس أن تحكم فلا بد أن يحكمها أحفاد من فتحوها. كنت في بلاد الإسبان. تآمر لا يتوقف على إمارة الأندلس لهدمها وإزالتها، بل هو لمحق العرب والبربر كليهما. سمعت أنك لم تنهزمي في مبارزة ولن أهزم من بعد أيها القائد. وما أراكم أقل مني حرصا على أن يسود السلام والأمن قرطبة وكل ديار الأندلس. لا بد من حرب على الأندلس. حدثني عن هؤلاء العرب المسلمين الذين تقاتلون. أحسد أولئك الإسبان الذين يعيشون بين العرب المسلمين فهم آمنون. لكنك لا تذكرهم إلا بإعجاب وتقدير. هم جديرون بما أصفهم به. نحن قوم لا ننحني إلا لله عز وجل، ولا نخفض رؤوسنا إلا له وبين يديه. هل كتب علي أن أعيش عمري على ظهر حصان وأن لا تمسك يدي بغير السيف؟ قرطبة تتسع للجميع، أما قصر الأمير العربي فقد وجدت فيه بيتا ووطنا وأهلا. عرب وبربر، مولدون ومستعربون، مسلمون ونصارى، يهود وغجر، كل شيء في الأندلس كتب بالحبر والدم معا. إنها كذلك كما أردتها أنت وكما أرادها آباؤك من قبلك وكما ستكون لأبنائك ولأهلك. وألا تراق فيها وتسفك قطرة دم، بل تبنى على قطرة عرق الإنسان. هذه صورة الأندلس في عيني ونفسي